تسديد الكرات وفرصة خطرة إيرانية للثالث، ولكن الحارس فونغس يونغ مين والمرمى مكشوف، وفرصة للثالث لكنها إلى خارج أرض الملعب. تسديدة من اللاعب أبو الفضل زماني كاد أن يخطف هدفا ثالثا. شاهد مرة أخرى الكرة ارتدت والمرمى مكشوف وأبو الفضل زماني سدد ولكن إلى خارج أرض الملعب. تصل إلى لاعب كيم سيونغ جو، الكرة إلى اللاعب جين تاي هو، محاولة كورية الآن معها العرضية لكنها تتحول إلى خارج أرض الملعب أو فيها راية وتسلل. اصطدمت بأبو الفضل زريخاني لكن الكرة إلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية لمصلحة المنتخب الإيراني. رمية جانبية لمصلحة المنتخب الإيراني. شاهدنا قبل قليل لاعبي المنتخب اليمني تابعون هذا اللقاء، سيقابلون متصدر هذه المجموعة إما المنتخب الإيراني أو المنتخب الكوري الجنوبي. إلى الآن المنتخب الإيراني هو متصدر هذه المجموعة في دور ربع النهائي. طبعا مباراة مفصلية في دور ربع النهائي، كل المنتخبات